الحمد لله رب العالمين. احنا لما بنيجي نفكر في مصر دلوقتي والمؤسسات اللي ممكن الواحد يفكر فيها او يعني يعتمد عليها، الشرطه باظت خلاص، بقت كان كل شغلها فض المظاهرات ويسودوا فلوس يجيبوا بيها الغازات مسيله للدموع وحاجه من هذا القبيل. فيعني الشرطه خلاص يعني خلصت بالنسبه لنا، بدل ما كانوا بيشغلوا جنائي ويشوفوا الامن ويحافظوا على الامن وحاجه من هذا القبيل، لا كل شغلهم دلوقتي الحفاظ على السلطه. القضاء طلع لنا حاليا باننا احنا الحمد لله بعد ما طلع لنا قضاء من اجل مصر واللعب اللي لعبوه وشفنا لعب كتير، واتشال النائب العام واتحط نائب عام مكانه، حسينا ابتدى يعني ان المسائل اتحللت وخلصت. بس الاخر طلع لنا حكمين كويسين الفتره اللي فاتت ديت. الحكم الاول بتاع اسكندريه ان هو القضاء الاداري قال ان القرارات اللي عملها الوزير التعليم العالي الاخواني انه عايز الناس يكتبوا تقارير ويبعتوها له وحاجه من هذا القبيل بما يخالف القانون بما يخالف النصوص، هو كده، ما هو اتعلم من رئيسه، هو كده تعملوا كده. فاكر الناس كلهم عناصر في الشباب بياخدها بيسوقها كده بايده ويطلعوا مع الاخوان بتوعه يضربهم يعملوا كذا يعملوه سمع وطاعه. لا يعني احنا الحمد لله يعني بما يخالف احنا ماشيين على قوانين معينه. فالحمد لله القضاء الاداري بتاع اسكندريه حكم بان القرارات اللي خدها وزير التعليم العالي دي كأن لم تكن. دي حاجه. الحاجه الثانيه النائب العام اللي طلع له قرار برضه ثاني وعارف ان هم هيلفوا ويدوروا يقولوا الدستور ومش الدستور ومش موجود وموجود، عارف كويس قوي الجدع بتاع الاخوان. لكن الحمد لله القضاء في الحته ديت قال ان قرار انه عين نائب عام جديد اللي هو الخاص المخصوص بتاعهم ده قرار كأن لم يكن، وان هو ممكن يرجع عبد المجيد محمود او ما يرجعش. انا دي مش مشكلتي، مشكلتي ان هو ما يتصرفش زي ما هو عايز ويطلع لي الحريه والعداله يقول لك لا ده محصن بالدستور، الدستور اللي ملعوب فيه اللي غيروا فيه قاعده البيانات وخدوه بالتزوير وعملوه كده، ده محصن بالدستور. اللي انا عايز اقوله ان القضاء ان شاء الله ربنا هيديله قوته تاني ونبتدي نجد مكان تاني نثق فيه. النقطه الثالثه، المؤسسه الثالثه اللي انا بثق فيها خالص هي الجيش. بس انا كل ما مشكلتي ان هو مش عارف، يعني المخابرات شافت حاجات كتير زي قطع الكابل بتاع اسكندريه، زي تهيب القماشي اللي موجود بتاع الجيش اللي موجود على الحدود في الانفاق لغزه، وزي اللي كان طالع من القاهره عشان يطلع بنغازي. المسائل فيها لعب كتير قوي وفي مؤامره كبيره جدا 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 بتحصل لمصر، والجيش على ما اعتقد ان هو بيظبط هذه الامور. لكن انا ما اعرفش هل ظبطت دي واعلنتها في حاجات ثانيه اتسربت ومشيت، ولا انتم منتبهين وفعلا ومسكتوها. وان شاء الله متوقع ان الجيش في فتره من الفترات هيبتدي يمسك المواضيع اكتر مما هي عليه، لان النظام الحالي انا ما اعتقدش ان هو نظام هيبقى كويس. النقطه الاخيره هي نقطه الازهر اللي حاولوا بيجنبوها، اللي هي المفروض قلنا هيئه علماء الازهر هي اللي هتظبط الدين، واي موضوع معين فيه خلاف يبقى نتجه للازهر نقول هو فيه ايه وبتاع الكلام ده. هم بيحاولوا يقتلوا الازهر، واخيرا ظهر علينا العريان في مجلس الشورى بتاعه ده ويقول احنا مش هنطلع قانون الصكوك تاني نوديه للازهر، ولسنا مطالبين، والكلام بتاع الشريعه مع كل حياتنا شريعه، فمش مطالبين ان احنا نودي حاجه للازهر. وفعلا ما ودوش للازهر رغم ان المناديب بتوع حزب النور اللي في المكان قالوا ان ده حرام وان هو مش دستوري وان هو المفروض يتعرض على الازهر، لكن هم ما بيعرضوش حاجه. هم بيهدوا الازهر، ولكن ان شاء الله هيفضل الازهر زي ما هو وهيفضل مناره، وهيحسوا بكرامتهم وهيحسسونا بديننا المظبوط، مش الدين بتاعهم هم، مش الدين اللي هم بيعملوه. لكن اي حاجه دلوقتي الواحد يعملها، اي كلمه يقول لك ضد المشروع الاسلامي، ده ضد الاسلاميين، ده ضد مش عارف ايه، وكاننا احنا هم بس المسلمين والباقي كله مصر مش مسلمه ولا فيها اي اسلام. هم دول اللي طلعوا لنا من الجحور، وهم دول اللي بيمثلوا الاسلام. الاسلام ايه يا شيخ؟ حرام عليكم اتقوا الله بقى.